بما ان الناس كلها ما بقتش تعمل حاجه على السوشيال ميديا غير ان هي تدعم المنتج المصري، فجبت لكم بقى منتج مصري اصيل. يا ريت الناس كلها تدعمه، ومش عشاني انا، لا عشان خاطر الشاب دوت بيقدم منتج مصري اصيل فعلا، اكله الكسكسي اللي كلنا بنحبها. وتحياتي بقى لكل الشباب اللي بتاكل عيش بالحلال وبتحلم بقى ان هي تعمل محلات كبيره او تبقى براندات، فيا رب يصلح حالكم يا رب والناس كلها تدعمه. ايه بقى يا عم علاء؟ كسكسي عندك شكله يفتح النفس يا عم علاء. الله اكبر. الناس كده اللي بتتفرج علينا على الصفحه، الاطباق عندك بتبدا من كام؟ 10 و15 و20. 10 15 20. تمام. طب بص كده، تعالى بص. طب بص، نعمل الطبق ب 10 جنيه عشان الناس دلوقتي برضه على قدها، فانت اعمل لي 2 من ابو 10. ماشي. ونشوف بقى الكلام ده كله. اقسم بالله يا جدعان الكسكسي بسم الله ما شاء الله الله اكبر، شكله بس كده يفتح النفس. نحط عليه بقى بليله ولا بنحط عليه ايه؟ حط عليه سكر وحط عليه مكسرات. ماشي. خليك البليله ديت لوحدها. كميات كده يا صاحبي زي ما بتعملها ولا انت متوصي بينا؟ عم معاك الصح كمان. لا انا مش عايزك تعمل معايا الصح، عشان الناس يا باشا اللي هتتفرج هتيجي تاخد زي ما انت بتعمل كده. ماشي. عايزك تظبطها زي ما بتعمله عشان الناس هتيجي تاخده زي كده. ها ما تشبطش حد. تسلم ايدك يا كبير. شويه كسكسي بقى على شويه سكر. معاك جوز هند وفي زبيب. حط جوز هند اهو. انا دي قشطه بس انت جاي متاخر بقى. وادي الزبيب، ويبقى لنا عنده حتتين قشطه مش مشكله. بعد كده لسه في تاني؟ لسه في البليله بقى وفي شايفين يا جدعان البليله؟ الله اكبر يا عم. اللهم صل على النبي. خش يا باشا على النايه باللبن. الله اكبر عليك. ربنا رب يرزقك ويصلح حالك. صل على النبي يابا. كل ده بالله عليك كل ده ب 10 جنيه؟ كل ده ب 10 جنيه بس. بامانه يعني مش عشان احنا بنصور والكلام ده؟ عشان التصوير والله انا بطلع كل ده ب 10 جنيه. طب يا جدعان ماشي. ده انت قلت محطه اسمها ايه؟ محطه اسمها التعاون. اولاد الشيخ. محطه التعاون يا جدعان. انت بتقف من الساعه كام للساعه كام؟ بنزل من الساعه 5 المغرب لحد الساعه 4 5 الصبح. طيب قاعد في محطه التعاون اهو عند الشيخ بتاع العصير ده صح؟ اهو اولاد ابو خالد اهو يا جدعان. وعنده اهو واقف هنا عند كشاك المواطن اولا، وفي وش اولاد الشيخ هتيجي كده هتلاقي الراجل الطيب ده بسم الله ما شاء الله. انا بقى مش عارف ازاي الشاب قادر يعملها ويعمل ده كله ب 10 جنيه. يا ريت بصوا كل ده ب 10 جنيه، فهو مبدئيا حلو قوي. انا مستغرب ان ده كله ب 10 جنيه بامانه يعني. فبسم الله ما شاء الله الله اكبر. ربنا يا رب يبارك له ويصلح حاله بالقليل. يا ريت كلنا ندعم الناس دي. دي المنتجات المصريه اللي تستحق الدعم. هي دي شاب واقف بقى، مش مصنع ولا شركه ولا الكلام ده كله، لا شاب واقف وبياكل عيش وبيقدم منتج مصري وب 10 جنيه قيمه مقابل سعر. حاجه ممتازه جدا. ليه انا بقى ما ادعمش المنتج المصري ده؟ المنتج دوت هو اللي يستاهل الدعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز جدا وهي كلها وجبه بقى. طبعا هو بارد مني عقبال ما جيت البيت. طبعا هو ب 10 جنيه يعني هو اصلا مش محتاج تقييم، وانا نزلت اصلا عشان ادعم الشاب ده، عشان بجد انا حسيت ان انا عايز ادعمه. ليه انا ما اعرفش، بس هو الكسكسي جميل بسم الله ما شاء الله وطعمه حلو برغم ان هو بارد مني كمان. فيا ريت الناس اللي تتفرج على الفيديو ده بالله عليك دوس لايك وشير الفيديو ده. بقى اول مره اطلب منكم الكلام دوت عشان الفيديو بتاعي يوصل للناس كلها والناس كلها تروح تشتري منه ب 10 جنيه. بحبكم في الله.